السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل خلية النحل الحلوة والحادقة بطريقة سهلة وبسيطة، كمان بعجينة قطنية وخفيفة زي الريشة، وكمان طريقة الحشو جديدة وسهلة هتقدروا كلكم تطبقوها وبكل سهولة. طبعا الحلوة هتكون بالحشوات الشوكولاتة والكراميل، وكمان الحادقة هتكون بحشوات الجبن. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين الجمال كده، الحلوة كانت بالشوكولاتة والكراميل، وهتشوفوا معايا في آخر الفيديو الجمال كله. وكمان دي بحشوة الجبن، طريقة الحشو جديدة وكمان هتحبوها وتقدروا تطبقوها كلكم. وعندي المقادير بتاعتنا هنا: كوباية وربع من المية الدافية بما اننا في الشتاء، وممكن تستبدليهم بالحليب. وكمان هنحط معلقتين من السكر وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة. عندي 3 ملاعق كده من الدقيق، يعني نص كوباية. هندوبهم مع بعض كويس لغاية السكر ما يدوب، وكمان يختلطوا كويس جدا مع بعض. بس كده هنسيبهم في مكان دافي لغاية ما يخمروا، علشان بس نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة وزي الفل. طبعا ان شاء الله هسيب لك المقادير بالكوباية والجرام في صندوق الوصف. الطريقة مظبوطة 100% يا جماعة، زي ما بقول لكم كده في الفيديو. تمام، سبتها 10 دقايق كده على الرخامة. تمام، اتفعلت معايا زي ما انتم شايفين اهي، ارتفعت الخميرة وما شاء الله تمام زي الفل. هحط دلوقتي معلقة صغيرة من الخل، وبعد كده هنزل ب3 كوبايات من الدقيق. وزن كل كوباية 125 جرام. المج بتاعنا اللي احنا بنستخدمه من الأول نستخدمه للآخر. تمام. عندي هنا معلقتين كبار من الحليب البودرة، بما اني مش مستخدمة الحليب السائل. عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح. تمام. هحط كده معلقتين من الزبدة، وكمية الزبدة اللي هستخدمها في الوصفة كلها 40 جرام. تمام. هعجن كده العجينة بتاعتي وهشوفها هتحتاج مني مية ولا لأ. في العادي أنا 3 كوبايات ونص من الدقيق بياخدوا معايا كوباية ونص بالظبط من المية، فأنا حطيت بس كوباية وربع، فهحط دلوقتي ربع كوباية كمان. بس كده يبقى إجمالي المية بتاعتنا في الوصفة كوباية ونص. تمام، على 3 كوبايات ونص من الدقيق. هنعجنها كويس جدا، وعلشان تاخدي نتيجة فعلا مبهرة للمعجنات بتاعتك لازم تعجني. يعني الفرق بس بين المعجنات الطرية والهشة والناعمة هي بس انك تعجني كويس. عجنتي كويس تاخدي نتيجة بجد تحفة. هاخد كده معلقتين من الزبدة. تمام، وهنبدأ نعجن بيهم العجينة وننعم بيهم العجين كويس جدا. تمام، ندخلهم كده في العجينة، وكمان ممكن تسيبيها تستريح شوية وترجعي تعجنيها تاني، هتدي معاكي طراوة ونعومة ملهاش حل. طبعا أنا قفلت الكاميرا ورحت عجنتها كويس جدا جدا. ممكن تحطيها على الرخامة وممكن تعجنيها في نفس البولة عادي جدا. تمام، شايفين طرية وناعمة معايا خالص. بس كده هحط معلقة من الزبدة كمان، هغلف بيها العجينة وهنسيبها تخمر لمدة نص ساعة على الرخامة أو في مكان دافي. فاضل عندي هنا زي معلقة كبيرة أو معلقة ونص من الزبدة، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة لغاية ما يتضاعف حجمها. تمام، بس كده اهو. انا ههبطها بس بايدي كده تخبيط خفيفة، وبعد كده هنبدأ نشكل العجينة بتاعتنا او خلية النحل. هجيب الصينية، انا دائما بحب اخبز الحاجات اللي زي كده في الزجاج، بتبقى حلوة جدا، دهنة حلوة كده من الزبدة. تمام، وممكن تستخدمي ألمونيوم، مفيش أي مشكلة. هو صراحة ألمونيوم هو رقم 1 في الخبز في الفرن، حاجة كده تحفة يعني لا غنى عنه. بس أنا النهاردة هستخدم الفايركس، علشان أنا متعودة أن أنا أخبزها في الفايركس عادي جدا. بس هنكور كده الكور بتاعتنا حوالي 20 جرام، وممكن تقللي أكتر من كده، أو يعني توصليها ل15 جرام، مفيش مشكلة. يعني تكبري أو تصغري براحتك جدا. تمام. طيب انت ما حطيتيش ولا حشو دلوقتي؟ طبعا انا ما حشيتش، وهي دلوقتي طبعا هقول لكم بعدين. خليكم معايا في الفيديو، وما تنسوش كمان تعملوا لي لايك بقى على الفيديو الجميل ده، وهقول لكم هنحشي دلوقتي الحشو بتاعتنا والحشوات بتاعتنا ازاي. تمام، هنكور كل حاجة، هنسيب مسافات بين الكور، سواء بين الكورة والحوافي بتاعت الصينية، أو الكور بينها وبين بعضها، علشان هي لسه هتخمر معانا وكمان هتعلى قوي في الفرن.
فعلشان ما تبقاش لازقة قوي وشكلها يبقى كده متفسر، فاحنا ايه هنخلي في مسافات. طبعا الكور انا ما وزنتهاش، انا بس كده بالتقريب عملتها. تمام. وعايزه زي ما قلت لك تصغري اكتر من كده مفيش اي مشكله. هحط بقى ايه بقى كده علشان بس ما اخرش عليكم في الفيديو. كورتهم وقلت ايه هرصهم قدامكم علشان بس ايه تشوفوا الرصه بتاعتها، وهي سهله وبسيطه مش محتاجه ان احنا نتعلم رصه خليه النحل ولا حاجه. بس كده زي ما انتم شايفين المسافات كده مظبوطه. هغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ربع ساعة، مش هيتأخر زي الأول. مفيش نص ساعة، ربع ساعة يا جماعة هتبقى خلاص تمام. هعمل بقى الحدقة، هحطها كده في فايركس عادي مربع أو مدور مفيش أي مشكلة. دهنته بيه الزبدة، وبعد كده هبدأ أكور وأعمله زي إيه الحلو. تمام. بس كده اهو، واسيبه برضو يخمر على جنب في مكان دافي. طبعا بما انه الجو تلج قوي، فانا سخنت الفرن وحطيت فيها عجينة خلية النحل. زي ما انتم شايفين كده الخمر بتاعه مظبوط وزي الفل. ما تبلغيش برضو في التخمير علشان ما تفشش في الفرن منك خالص. بس كده هجيب الزبدة بتاعتنا. تمام. وهبدأ أدهن بيها. عايزة تدهني بصفار البيض مع معلقة من الحليب مفيش مشكلة. عندك قهوة سريعة الذوبان ممكن تحطي عليها معلقتين من الحليب ومعلقة من السكر، برضو بيطلع اللون خرافة بجد. طبعا أنا دلوقتي هدهن عادي زبدة يعني، وهتطلع معايا زي الفل مفيش أي مشكلة. المتوفر عندك أو المتاح عادي استخدميه. بس كده انا دهنت زبده، وممكن كمان تدهني زيت عادي جدا. هندخلها في رف اوسط في فرن طبعا مسخن من قبل على 190. هياخد معايا من 20 ل 25 دقيقه. هيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بس كده قلنا درجه الحراره 190 كمان لمده يعني من تلت ساعه لتلت ساعه وخمس دقائق. تمام. طبعا هدهنهم كده دهنه بسيطه من بالزبده. تمام. انا دهنت بس اللي هي خليه النحل اللي هعملها حادقه تمام بالزبده، لكن خليه النحل التانية اللي هعملها حلو مش هدهنها بالزبده، علشان انا لما احط التزيين بتاعي ما يسحش ويقع بعيد عنها. فانا دلوقتي بحط ايه حليب مكثف محلى. تمام. ما عندكيش ممكن تدهني عندك شربات او عندك ميه بالسكر برضو مفيش اي مشكله. عندك شوكولاته بيضه، عندك عسل ابيض. تمام. ممكن كل الحاجات دي تقدري تدهني بيها الوش. تمام. عشان تديكي كده طراوه ولون حلو ولمعه حلوه. شايفين اهو حاجه كده تحفه. هسيبهم بس يهدوا شويه وبعد كده نبدا نحشيهم. تمام. بس كده اهو لما هديوا شويه هجيب طبق وهقلبها. تمام. شايفين طريقه الحشو هتطلع لذيذه قوي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها كمان. بس كده هفتح كده خليه النحل او كل الكور بتاعتي من تحت كده. تمام. فتحه بسيطه بالخله دي. تمام. والله ما اعرف اسمها ايه يا بنات، يعني اللي هي ايه الصينيين بيستخدموها في السوشي والحاجات دي. فكنت جايبه منها علشان الولاد كانوا عاوزين، فهي دي اللي بستخدمها على طول في فتح اي حاجه انا عاوزه احشيها. شايفين جبت طبعا النوتيلا بتاعتي اللي انا عاملاها في البيت. هسيب لكم ان شاء الله طريقتها في صندوق الوصف او اللينك بتاع الحلقه. تمام. وبدات احشي زي ما انتم شايفين اهو. يا ريت بس وانتي بتفتحي فتحه كده علشان حشوه الشوكولاته ندخلها جوه الكور ما توصليش للاخر عشان ما تتفتحش معاكي وتوصل للطبق وشكلها يعني من فوق ايه يبوظ يعني. طبعا عندي هنا كراميل حطاه في التلاجة، فقلت ايه انا هستخدمه بقى في الحشوات الجميله دي. فبجد كده الطعم تحفه تحفه تحفه. طبعا انا تقريبا ما عملتش معاكم الكراميل، لكن ان شاء الله هنعمله مع بعض. صوص كراميل رائع ومثالي جدا جدا، هنعمله قريب جدا ان شاء الله كله جدا. تمام. بس كده حشيناها اهو. شايفين اكنها ولا تعبنا في الحشو ولا الحشوه باظت مني ولا نشفت ولا طلعت، لا خالص خالص. بقيه الشوكولاته كده على الوش. تمام. حاجه كده تحفه.
شايفين قوام الشوكولاته يا جماعه؟ عملناها في البيت، ما بشتريهاش خالص تماما. طبعا احنا عارفين ان هي مقاطعه، تمام، مش هنشتري حاجه مقاطعه. ممكن في شركات مصريه كتير حلوه جدا تقدروا تشتروا منها، بس والله الاوفر يا جماعه انكم تعملوها في البيت. بس كده. هسيب لكم لينك الوصفه بتاعتها في صندوق الوصف، تمام، او طريقه الشوكولاته البيضه وكمان الدارك زي ما انتم شايفينها كده. بس كمان خليه النحل الحادقه هفتحها زي ما قلنا في الحلو قبل كده، وممكن بالسكينه زي ما انتم شايفين اهو. يعني لو ما عنديش الخله دي ولا مش عارفه اسمها ايه، فاحنا ممكن نفتح بالسكينه، بس نحاسب ان احنا ما نوصلش للاخر، لاني انا فعلا وصلت للاخر. عندي هنا بقى الحشوه بتاعتي بتكون عباره عن جبنه كريمي. هتجيبي جبنه كريمي من عند بتاع الالبان، اوكي. طب ما عنديش جبنه كريمي، ممكن اعمل ايه؟ تجيبي الجبنه الفيتا بتاعتنا العادي وتحطي عليها معلقتين من الحليب وتطريها كده، هتبقى معاكي كريمي تحفه. تقدري تحشي بيها كل الحشوات وتستخدميها في كل السندوتشات اللي احنا هنعملها ان شاء الله قريب. هوريها لكم، هوريكم يعني نعملها ازاي ونستخدمها ازاي، تمام. لكن انا دلوقتي استغليت ان انا عندي جبنه كريمي بطعم الشيدر، فحشيت بيها الحدقه. شايفين؟ بس كده خلصنا. شايفين ادي نتيجه لما انا فتحت للاخر، تمام. هتلاقي الجبنه طلعت منك او الحشو طلع منك من الوش. فانتي وانتي بتعملي كده بتفتحيها، افتحي بالراحه. شايفين يا جماعه العجينه بتتكلم عن نفسها، يعني باينه قوي، قطنيه جدا جدا. والله يا جماعه هي طريقتي دي في العجينه، عاوز اقول لكم مش بغيرها تماما، سواء اعمل سينابون او دوناتس او خليه النحل او اي حاجه من المعجنات بعملها بنفس طريقه العجينه دي. جربوها هتعجبكم جدا جدا. اعجنيها كويس وانت هتاخدي نتيجه مبهره. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يعني ما تتعبيش نفسك وتحطي الحشوة أثناء ما انت بتكوري العجين، لا خالص، خليها زي ما انت شايفة كده، كوريها واخبزيها، وبعد كده اقلبيها وافتحي وحطي الحشوة بتاعتك اللي مفضلة عندك، زي ما انت عاوزة. مربى حطي، شوكولاتة بيضة حطي، شوكولاتة دارك حطي، نوتيلا براحتك جدا جدا، كراميل زي ما انا عملت. فهي طريقة سهلة خالص خالص، وبتديكي شكل وبتحافظي على الشكل الجميل، ولا الشوكولاتة عندك مثلا نشفت مني ولا جمدت بعد شوية ولا أي حاجة من ده كله. حاجة كده تحفة، يستاهل منكم اللايك. ما تنسوش يا بنات اللايك بجد، يعني علشان عاوزة أوصل الوصفة للناس عشان تستفاد زينا كده وناخد دعوة حلوة مع بعضين. عاوزة أقول لكم بطريقة الحشوة دي مش هتسمعي طبعا شكوى أو الشكاوى اللي احنا بنسمعها، الجبن نشفت جوه العجينة أو خرجت من بره العجينة في الطاسة. لا، مفيش أي حاجة من ده كله. بجد حاجة كده تحفة، تنفع معاكي في اللانش بوكس، تنفع معاكي في كل الأوقات، سد جوع، وكمان تقدري تاخديها معاكي الشغل. يا رب تكون وصفتنا كانت طيبة، وأشوفكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.